أعزائي، ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. ما زال الحديث مستمرا مع فضيلة الشيخ الأستاذ جلال الدين محمد صالح، وتوقفنا في اللقاء السابق ونحن نتلو سيرته الذاتية ونعيش معه ذكريات ماضية في قاعة المناقشة بين فضيلته وهو يقدم رسالة الماجستير والمشايخ الكرام الذين ناقشوه، وهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه، وكذلك الشيخ علي ناصر فقيهي رحمه الله رحمة واسعة. آمين. وحفظ الله أيضا الشيخ مهدي الذي كان سعدي مهدي الهاشمي الذي كان مشرفا على رسالة الماجستير للدكتور جلال. وقد حصل الدكتور جزاه الله خيرا على درجة امتياز، ولم توصى بالطباعة، يعني لم توصي اللجنة بالطباعة الرسالة رغم كونها فريدة في هذا المجال، ولأول مرة تقدم رسالة مثل هذه في الجامعة الإسلامية. وربما ثمة هناك سبب سياسي أو بعد سياسي لهذا الموضوع، فلم ترتئي اللجنة بتوصية الرسالة بالطباعة. استكمالا لهذه المسيرة العلمية الطيبة، نواصل الحديث مع شيخنا الدكتور جلال في مادة هذه الرسالة العظيمة الطيبة التي سافر من أجلها الشيخ جلال وجلس يكتب فيها، ومع ذكريات طيبات لأكثر من 4 سنوات ثم خرجت. فاليوم سنناقش ماذا تعني هذه الرسالة الإمامة الاثنى عشرية عند الشيعة. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. وعليكم السلام الشيخ برهان، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المتابعين المشاهدين. طيب، حدثنا عن هذه الرسالة، عن ماذا كتبت؟ نعم، دعني أحدثك قبل الرسالة عن مصطلح طالما ذكرتك به أن تذكرني به، وهو الرواد. جميل. أنا كنت سآتي أذكرك بالرواد، وأذكرك أيضا بالشيخ محمد مان الله. خلاص، إذن سأبدأ لك بالرسالة. أي نعم، لا بأس أن تذكر بما تريد يا شيخ. أيوة، الرسالة. إذن الرسالة ماذا تعني الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية؟ تعلم الشيخ برهان
أن سيفا ما سل سيف، كما يقول صاحب الملل والنحل الشهرستاني، ما سل سيف على قاعدة دينية كما سل على الإمامة. سبحان الله. الإمامة هي التي وقع فيها الاقتتال، يعني سل سيف بمعنى ما اقتتل الناس على أمر من أمور الدين كما اقتتلوا على الإمامة. نعم، من أجل الرئاسة. الإمامة والإمامة. نعم. جميل. والإمامة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام والرسول والنبي المنصب المعين من الله، والله يعلم حيث يجعل رسالته. يا سلام. فهو نبي وهو إمام وهو رسول وهو قائد الأمة. يعني هو قائد عسكري. نعم، كل صفات الإمامة والنبوة والرسالة متجمعة في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. وكان الوحي يتنزل عليه يوجهه ويسدده. يا سلام. ولكن الفقه علمنا، والأصول، أصول الفقه والفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس ما يقضي به إماما وقاضيا هو من نوع ما يقضي به رسولا. فالرسالة معصومة والوحي يتنزل عليه ويوجهه. أما في مجال الإمامة والقضاء فإنه صلى الله عليه وسلم يقضي بالأدلة والبراهين، كما قال لذلك الرجل: إن أحدكم ليختصم إلي فيكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له بما أسمع. نعم. ويبين له صلى الله عليه وسلم أن من قضيت له قضاء وهو ليس حقا له فإنما سيعاقب عنه ويساءل به يوم القيامة. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى انتقلت الإمامة إلى أبي بكر. فانفصلت الإمامة عن الوحي تماما. وتعلم قصة اختيار أبي بكر وسقيفة بني ساعدة واجتماع الأوس والخزرج والنقاش الذي دار في سقيفة بني ساعدة، وكان نقاشا في قوة الحوار الديمقراطي كما يسمونه الآن. يا سلام. وسقيفة بني ساعدة كانت برلمانا من أرقى البرلمانات في الدنيا. يا سلام. في وقت ما تعرف فيه البشرية شيئا اسمه برلمان، لأن أوروبا وصلت إلى هذا بعد حين من الزمن. وتجادل الصحابة، وهذه قصة معروفة يعني. وهكذا إلى أن رحل أبو بكر، ثم جاء عمر، ثم رحل عمر، ثم جاء عثمان، ثم رحل عثمان، وقد اغتيل عمر كما اغتيل عثمان رضي الله عنه، واغتيل علي بن أبي طالب. لكن حدثنا كيف كان وصية عمر بن الخطاب للإمام الذي يأتي بعده. نعم، أن عمر بن الخطاب، تعليقك في هذا جميل. أيوة، أن عمر بن الخطاب رشح أفرادا ولم يعين فردا بعينه، وإنما رشح أفرادا وأوصى أن يكون ابنه مرجحا في هذه المجموعة، لا فردا منها يختار أو ينافس في منصب الإمامة. جميل. حتى لا تكون الإمامة والرياسة حكرا على آل الخطاب، على عمر رضي الله عنه وابنه من بعده، وإنما ترك الأمر شورى. وعبد الرحمن بن عوف هو الذي كان يدير العملية الانتخابية. يا سلام.
يعني لو جينا يعني نقارنها بهذا العصر لسمينا ذلك يعني متابعة صناديق الاقتراع. نعم، ولا نظير. الوقت هذا البشرية لا تعرف هذا الشيء أبدا، لا تعرفه. لا يعرفون الانتخابات، لا يعرفون الانتخابات أبدا. الوقت هذا البشرية تعتقد أن الحاكم تحل فيه الذات الإلهية، أعوذ بالله، ويعبد ويستعلي ويستكبر، من فرعون إلى نمرود إلى كسرى إلى قيصر إلى بخت نصر، نعم، إلى قيصر. لا يعرفون شيئا اسمه الاختيار البشري للحاكم الذي يحكمهم. هذا ما جاء به الإسلام. يا سلام يا سلام. ونظم له عملا ومنهجا. عندما رشح أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، هذه المجموعة، وتولى عبد الرحمن بن عوف العملية الانتخابية، وأخذ يدور على الأفراد والجماعات ومختلف البيوت والمنازل، حتى النساء في خدورهن، يسألهن من ينتخبن ومن يخترن. عندما كانت الموازنة بين علي وعثمان. وهنا يؤكد الإسلام حتى المرأة لها صوت، نعم، تنتخب ولها دور، نعم، ولها مشاركة سياسية. وأسماء بنت أبي بكر عندما قتل ابنها عبد الله ابنها بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وقتله الحجاج، وجاءت وخاطبت الحجاج وقالت له: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذاب ثقيف وقد علمناه، وهو مختار الثقفي الكذاب الذي كان قائد الكيسانية. نعم. ومبير ثقيف، أما مبير ثقيف فأنت، قال الحجاج، والمبير هو المسرف في القتل. فهنا امرأة تعارض حاكما سياسيا، نعم، وتنحاز إلى شهيد في مواجهة الطغيان وتقف معه. يا سلام. فعرف النظام السياسي أيضا المرأة المعارضة، كما عرف المرأة المنتخبة، عرف المرأة المعارضة التي تقف أمام الطاغية وتقول له في وجهه وتخاطبه، نعم، وتؤيد المعارض الذي قتل في مواجهته. المهم هذا كله في قضية الإمامة. وبعد ذلك حصل انشقاق بعد اختيار بعد اختيار عثمان ومجيء علي بن أبي طالب، هذا التاريخ، وخرجت فرقة الخوارج، وبعد ذلك خرجت الشيعة، ودار الجدل في الإمامة. جميل. تاريخ الجدل في الإمامة في الشيعة متى كان يا دكتور؟ في بداية الأمر لفظة الشيعة لم تكن بمعناها الذي نراه ونشاهده الآن. في بدايتها كانت مجرد كلمة عربية، لغة عربية، تعني المناصرة، ولا تعني عقيدة تتميز عن المسلمين بمعتقدات خاصة بها. أضرب بها مثالا. كان مثلا إذا أخذنا كلمة الشيعة: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. شيعته من جماعته ومناصريه، لأنه مقابل عدوه. فكلمة الشيعة هكذا، شايعه بمعنى ناصره وتابعه. ومنه تشييع الجنازة، السير خلفها ومتابعتها. فكلمة الشيعة ما هي إلا مفردة عربية تعني المناصرة والمؤازرة والمتابعة. وعلى هذا الفهم انقسم الصحابة رضوان الله عليهم إلى شيعة علي وشيعة معاوية.
وإلى محايد ليس من شيعة علي ولا من شيعة معاوية، وما طعن كل فريق على صاحبه في أمر الدين، فما بدع هذا الصنف ذاك الصنف، أو هذا الصف ذاك الصف، ولا فسقه ولا فجره، لأنه مجرد يعني ميول عاطفية. أيوة، وكلهم كانوا عقيدة واحدة. فظهر ضمن هذا السياق، هذا الخلاف الناعم، ظهر العثمانيون والعلويون في ذلك الوقت. العثمانيون من كان يرون تقديم عثمان على علي، وتقديم عثمان على علي في الأفضلية، يعني تقديمه في الأحقية السياسية، في أحقية الإمام. عندما يقولون عثمان أفضل من علي يعنون بذلك أنه هو الأحق بالإمام. العلويون الذين كانوا يرون أفضلية علي على عثمان قدموا عليا على عثمان في الإمامة، ولهذا كانوا يرون أحقيته. أهل السنة، وهذا مذهب حتى هؤلاء الذين يقدمون علي على عثمان هم من أهل السنة، ولكن كما يقول ابن تيمية استقر أمر أهل السنة لاحقا على أن عثمان أفضل من علي. ولهذا قال شارح الطحاوية في العقيدة الطحاوية: وأفضليتهم وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. يا سلام. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن من قدم عليا على عثمان فلا حرج على ذلك. هذه مسألة لا يبدع صاحبها ولا يطعن في دينه. وإن كان علي ظل ينهى عن تقديمه على عثمان، بل ورويت عنه بعض الروايات أنه كان يجلد من قدمه على روايات. ما مدى صحتها لا ندري، ولكن هكذا أثر عنه. ألم تحققها في الرسالة؟ لا، لأنها لم تكن هذا موضوعي. تمام. نعم، لم يكن هذا موضوعي، ولكنه بشكل عام الثابت عنه أنه ما كان يرضى أن يقدم على عثمان. جميل. علي رضي الله عنه. جميل. وهذان الصنفان العثمانيون والعلويون يمثلان حزبان سياسيان إذا نظرنا إليهما بمصطلحات عصرنا، كل منهم يختلف عن الآخر، وكل منهم كان يعرف فضل الآخر، ولا يبدع الآخر ولا يعاديه ولا يبغضه، وإنما يختلف معه عن الرأي. حتى أن الإمام مالك رضي الله عنه، ابن عبد البر في التمهيد يذكر فإنه مجلس الإمام مالك كان يحضره العثمانيون والعلويون، فيقول عندما يأتي العثمانيون ويسلمون فمالك لا يرد، وإذا جاء العلويون ويسلمون مالك لا يرد، حتى كما يقول ابن عبد البر حتى لا يعتقد فيه. يعني العالم هو محايد، لأنه لو رد عليهم واستقبلهم والترحاب كأن الناس سيقولون مالك من أنصار العلويين، وآخرون سيقولون مالك من أنصار العثمانيين، فيعتقد به. فحتى لا يعتقد فيه هذا كان الإمام مالك حريصا، وكل منهم يأخذ مجلسه في مكانه في مجلس الإمام مالك ويستمع إلى درسه، ومعناها رد السلام يكون للحاضرين لأنه أيوة. فرض كفاية. أيوة. أما الإمام مالك فلا ما كان يرد. نعم. أيوة. وكل يجلس مجلسه. ابن عبد البر يقول حتى لا يعتقد عليه، وكل منهما كان يعرف فضل صاحبه.
هم العثمانيين نفسهم كل منهم كان يعرف، وهذه حقيقة تأصيل للخلاف السياسي، كيف ينبغي أن نتعامل معه. يا سلام. وقد نختلف سياسيا، قد تتباين وجهات نظرنا، ولكن لا يؤدي هذا إلى الكراهية. مثلا لو أخذنا الآن قضية حماس في التطبيق مع بشار، اختلفت فيها وجهات النظر، وهي وجهات نظر سياسية لا ينبغي أن يترتب عليها عداء، لأن هذه مسألة اجتهادية، كل يجتهد، ولكن كل ينقد صاحبه نقدا علميا ويبين خطأ سيره السياسي بتحليل علمي وتوجيه شرعي وخطأ بداله. فهكذا كان الخلاف، وكل يعرف فضل صاحبه. ثم ظهرت مشكلة أخرى، ومن هنا بدأ الإشكال. طيب مشاهدي الأكارم، سنقف عند هذه النقطة من حيث بدأ الإشكال. فاصل ثم نعود إليه، فابقوا معنا. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، عدنا والعودة أحمد. نواصل الحديث في السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين حول رسالته في الماجستير وفقه الله، ووقفنا عند نهاية ما يتعلق بالخلاف اللفظي بين العثمانيين والعلويين، ثم بدأ الخلاف الحقيقي. هنا وقفنا لنستمع ونواصل سبب الرسالة. نعم، إلى هنا كان الخلاف ناعما، وينبغي أن نستقي منه دروسا وعبرا. وكل الأحداث التاريخية هذه ما حدثت إلا لتكون لنا عبرا ودروسا نهتدي بها في طريقنا يا شيخ برهان. يا سلام يا سلام. بما في ذلك الانحرافات العقدية التي ظهرت في ذلكم العهد. جميل. هنا ظهر انقسام في جيش علي، فخرجت الخوارج، الله المستعان، وتحول الخلاف من كونه خلافا ناعما لا تكفير فيه ولا تفسيق فيه ولا تبديع، إلى خلاف تعلق بمسائل الإيمان والكفر والفسوق والنفاق. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وتقاتلوا اجتهادا، ولكن لم يكفر أحد منهم الآخر، ولم يفسقوا ولم يخرجه من دائرة السنة إلى دائرة البدعة، وإنما كان خلافا سياسيا والاقتتال فيه كان اجتهادا. أما هذا الخلاف الذي بدأه الخوارج فهو انتقل من هذه الناحية إلى ناحية أخرى، وهي ناحية العقائد ومسائل الإيمان والكفر والنفاق والفسوق. وعلى هذا المسار سارت فرق الخوارج، فربطت الإمامة بمسألة التكفير، وكفرت عليا ومعاوية وعمرو بن العاص وكل من خالف منهجها في هذا، حتى انتهى بها الأمر إلى اغتيال علي بن أبي طالب بعد تكفيره واستباحة دمه، وناصبوا أهل بيت رسول الله العداء فسموا نواصب. وظهر مقابلهم اتجاه آخر متطرف في مسألة الإمام، فالخوارج قالوا الإمامة هي لكل المسلمين وليست حكرا لقريش، وللمرأة والرجل، وقد قادتهم غزال وكانت هي الإمام وهي القائدة والمتولية أمره. وظهر مقابلهم، ولذلك صدق فيهم قول النبي عليه السلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلم يفلحوا الخوارج. أيوة، لا هذا شيء آخر ربما نناقش فيه في مكان آخر، قد ليس بالضرورة أن يكون عدم أعرف أن لك وجهة نظر. نعم. ولكن هؤلاء الذين نصبوا نعم. الخوارج نصبوا هذه المرأة غزال فظلوا ولكن على كل هم يعني كان لهم فقههم في مسألة الإمامة، هي ليست لقريش وليست للذكور، وإنما هي لكل المسلمين ذكورا وإناثا. نعم. مقابلهم ظهر التشيع السبئي الذي خرج بالتشيع من إطاره الناعم السياسي إلى سياج عقدي ربط به مسألة الإيمان والكفر، فقال أن إمامة علي بن أبي طالب وبنيه
من بعده من نسل الحسين ابن علي ابن أبي طالب إلى المهدي المزعوم عندهم محمد ابن الحسن العسكري مسألة عقدية يترتب عليها الإيمان والكفر. من القائل؟ الشيعة السبئية. ليس عبد الله بن سبأ اليهودي. لا، هو لما أقول لك الشيعة السبئية أنسبهم نسبة إلى عبد الله بن سبأ. لكن عبد الله بن سبأ هل قال بهذه الأقوال أم نعم أم أتباعه من بعده؟ لا قال. هذا ينسب إليه. أيوه. قال والنبختي في كتابه فرق الشيعة ذكر أقواله والمقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المسلين لأبي الحسن الأشعري أيضا ذكروا عبد الله بن سبأ، والملل والنحال والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، كل هؤلاء ذكروا هذه الشخصية عبد الله بن سبأ اليهودي، وقيل هو من يهود صنعاء. أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل فكرة النص والوصي، وقال لكل نبي وصي ووصي وكان يوشع وصي موسى وعلي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بدعتهم. وترتب على هذا الأمر التكفير والتفسيق. وظهرت الشيعة على هذا، الشيعة السبئية، واختفت الشيعة المعتدلة، ولم يبقى من بقاياها شيء إلا في الشيعة الزيدية الذين قالوا بأفضلية علي على عثمان، الذين قالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. نعم. ما دام الفاضل قد رضي بهذا، وقالوا أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان شارك فيها علي وبايعه وقاتله. نعم، كان هو الأفضل أن يكون هو الإمام ويتقدم عليهم، ولكن لأنه رضي بأن يتقدمهم عليه فهي إمامة شرعية يجب طاعتها والثناء على أهلها وعدم تكفيرهم وتفسيقهم، ورتبوا على هذا فقها قالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. نعم. الشيعة الاثني عشرية هم في معتقداتهم ينهجون منهج التشيع السبئي الذي يكفر الصحابة ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنهم، ويكفر الأمة كلها لأنها لا تؤمن بالإمامة الاثنى عشرية. وسموا اثني عشرية لأنهم يؤمنون باثني عشر إمام. قالوا الإمامة منحصرة فيهم، وهم من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، إلى أن تصل الحسن العسكري. الحسن العسكري مات عقيما ولم ينجب باتفاق المؤرخين، ولكن طائفة من الشيعة والشيعة انقسموا كما يذكر النبختي إلى 14 فرقة، كلهم أنكروا أن يكون له خلف من بعده، لأنهم لم يروا له عقب إلا شرذمة قليلة ادعت بأن له ابنا ولد واختفى وله غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الغيبة الصغرى فمضى عليها من الزمن 70 عاما. كانت القواعد الشيعية تتصل بالإمام عبر ما يسمونهم بالسفراء الممدوحين، وفي هذه الفترة
ظهر ما يسميه التاريخ الشيعي بالسفراء المذمومين الكذابين، ودار صراع. ثم بعد ذلك أعلنت الغيبة الكبرى، وهي الغيبة التي لا يتصل فيها الشيعة بإمامهم الغائب. وقد سألوه قبل أن يعلن غيبته عن طريق سفيره إلى من نرجع في أمورنا، فجاءهم توقيع، والتوقيع هو عبارات قصيرة السياق منسوبة إلى هذا الإمام الغائب، ويكتبها أناس آخرون هم الذين يجمعون الأموال وبيدهم. كتبوا لهم مقطع وكانت تعلق في شجرة، قال يقول فيها الإمام حسب زعمهم يعني: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. وبهذا ظهر ما يسمى في التاريخ الشيعي وفي المعتقد الشيعي المرجعية الشيعية. طيب الولاية الفقهية متى جاءت؟ أيوة، المرجعية الشيعية. فهذه المرجعية الشيعية أصبحت لها الولاية الفقهية. ولاية الفقيه. أيوة، من هذا النص المنسوب إلى الإمام. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. قالوا هذه ولاية الفقيه على الشيعة مستندها ومستمدها من الإمام الغائب. ولكنهم فيما بعد اختلفوا، هل هي ولاية عامة أم ولاية خاصة؟ بمعنى في أمور خاصة كالولاية على اليتيم وعلى الأوقاف وعلى بعض الأشياء، أم هي ولاية عامة حتى في أمور السياسة وتطبيق الأحكام والتسيير الجيوشي وإقامة الدول؟ فذهب جل الشيعة بل كلهم أن الإمامة لا يقوم بها إلا معصوم، والمعصوم غائب، فلا يجوز إقامة دولة ولا إقامة حدود ولا إقامة صلاة جمعة ولا جماعة ولا قيادة جيوش للجهاد في سبيل الله ولا لأن كل هذا يجب أن يقوم به الإمام المعصوم، والإمام المعصوم غير موجود. كيف نحتكم؟ يقولون انتظار. كيف نحتكم؟ أسقطوا الجمعة، أقول لك الجمعة لا تجب. صلاة الجمعة أسقطوها. أيوة، وأسقطوا الجهاد وأسقطوا الحدود. معناتهم يحتكمون إلى الكفرة. أيوة نعم، يترتب هكذا. يحكمونهم الكفرة. أيوة يعني. وأسقطوا الحدود لأنهم اشترطوا في الإمام أن يكون منصوص عليه من الله وأن يكون معصوما. وهذا الشخص المنصوص عليه من الله حسب معتقدهم والمعصوم حسب معتقدهم اختفى وغائب. إذن ماذا نفعل؟ يقولون الانتظار حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا، ولهذا يقولون عجل الله فرجا. عفوا في نكبة، عجل الله فرجا. وهذه العقيدة أشبه بعقيدة اليهود، لأن اليهود لا يؤمنون بإقامة دولة في أصل عقيدتهم، وينتظرون المسيا المخلص. الحركة الصهيونية هي التي أقامت الدولة، ويعتبرونها حركة علمانية خارجة على تعاليم الدين. وهنالك مجموعة يهودية اسمهم ناظري كيرتا يتظاهرون كل عام أمام الأمم المتحدة في تأسيس دولة استنكارا لتأسيس دولة إسرائيل، لأنهم يؤمنون بالانتظار والتشدد. العقيدة الشيعية هكذا كانت. سبحان الله. أيوة، مشابه العقيدة اليهودية. لا تؤمن بإقامة الدولة حتى خروج المهدي المنتظر. وهذا يؤكد على أن
أساس العقيدة أيوة، الشيعية. دخل فيها تسريبات يهودية. نعم، تسريبات يهودية. أيوة. حتى جاء الخميني وكتب كتابه الحكومة الإسلامية، ونقل ولاية الفقيه من كونها ولاية خاصة في بعض الأمور إلى ولاية عامة، وقال للفقيه أن يدير الدولة ويقود الجيش ويقيم الحدود ويحكم بما أنزل الله ويقيم دولة الإسلام. إلى متى سننتظر الإمام الغائب؟ هكذا قال في كتاب الحكومة الإسلامية. وعارضه في هذا. أيوة، هل عرضه أحد؟ نعم، عارضه الخوئي المرجع الشيعي في العراق، وعارضه شريعة مداري في إيران، وعارضه مغنية في لبنان، وكتب في كتاب في الرد عليه، ولكنه هو أقام الدولة، لقي قبولا من الجمهور. أيوة، المهم أقام ثورة، والثورة قامت وأطيح بالشاه، وقامت دولة إيران الشيعية الاثني عشرية على عقيدة ولاية الفقيه، ونصب نفسه وليا فقيها، هو السلطة الأعلى. هذا الفقيه يستمد شرعيته من الإمام الغائب. وهذه حدثت من قبل أيضا في العهد الصفوي، إسماعيل الصفوي عندما أسس الدولة الصفوية جاء بعالم شيعي من لبنان اسمه عبد العالي الكركي وجعله وليا فقيها. وعبد العالي الكركي لقي معارضة شديدة من الشيعة في تنسبه لمنصب ولاية الفقيه، ومن هؤلاء الذين عارضوه وردوا عليه وخاصموه وجادلوه الشيعي إبراهيم القطيفي من القطيف في شرق المملكة العربية السعودية الآن. إبراهيم القطيفي. نعم. وانتهت الدولة الصفوية، ثم جاءت القاجارية، والآن الدولة الإيرانية حاليا تجدد مسار الدولة الصفوية وتمشي عليه. الرسالة التي كتبتها أيوة تناقش كل هذا الذي سردت لك منه جزءا. هذه هي الرسالة. جميل. ويعني وتقارن الرسالة أو تقارن ما كتبته بمنهج أهل السنة والجماعة؟ لا أقارن، لأن هنالك رسالة علمية كتبت في جامعة أم القرى بمكة. في جامعة أم القرى كتب الدكتور عبد الله الدميجي رسالة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة الإمامة في أهل السنة والجماعة، أو الإمامة عند أهل السنة والجماعة. لا، أنا أعني بسؤالي أنا لا أقارنه. الإمامة الاثنى عشرية الآن هي ضلال في ضلال. نعم، أنت تذكر هذا في رسالتك. طبعا أنا أناقشه تناقش وتنتقد. أيوة، ولكن عندما أناقشه وتنتقد أيوة. وتنقد. أيوة، ولكن أنا عندما أناقش وأنقد لا أعمل مقارنة، لا أقول أهل السنة كذا أو كذا، لا تعمل مقارنة. أنا أناقش الفكرة فقط. نعم. وآتي برد أهل السنة فيها، أو رد أهل الشيعة وأهل الشيعة بأهل الشيعة. فرقة شيعية لم تتفق مع هذه الفرقة، وأعرض كيف رد أهل السنة على هذا، وكيف رد المعتزلة على هذا مثلا. طيب، خلاصة الرسالة بماذا خرجت في الخاتمة؟ خرجت في الرسالة بأن الشيعة يعتقدون بكفر من لا يعتقد النص على إمامة علي. جميل. خرجت بأن الشيعة جميعهم ليسوا متفقين على ما ذهبت إليه الشيعة الاثنى عشرية،
فهنالك الشيعة الزيدية ليسوا على وفاق مع الشيعة الاثنى عشرية، وهنالك الشيعة الإسماعيلية ليسوا على وفاق مع الشيعة الاثنى عشرية، فالشيعة الإسماعيلية أكثر تطرفا وغلوا من الشيعة الاثنى عشرية. لماذا سموا بالروافض؟ لأنهم عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك على الدولة الأموية، اجتمع حوله، خرجوا معه أهل العراق شيعته، ثم سألوه عن موقفه من أبي بكر وعمر وعثمان في اللحظة، فأثنى عليهم وقال في أبي بكر وعمر هما أصحاب رسول الله، وذكر الأخوة التي كانت بينه وبين علي وأثنى عليهم ولم يكفرهم. فقالوا له رفضناك، فقال لهم يعني رفضتوني؟ نعم، فسموا روافض. لأنهم رفضوا زيد ابن علي. وانقسم الشيعة إلى قسمين، فبقي صنف لم يرفضه وهم الزيدية في اليمن، وانشق عنه قسم آخر وخرج عنه ورفضه هم الروافض. طيب، والروافض يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، والزيود لا يكفرون، الزيدية لا يكفرون. من أين جاء طيب إذن باطنة الشيعة؟ الباطنية. الشيعة طبعا دخلت فيها حركات عديدة، يعني كلمة الشيعة هذه دخل فيها شيء، وهم يعني من أجل أن يثبتوا معتقدهم الباطل لجأوا إلى تفسير القرآن تفسيرا باطنيا. بمعنى؟ فمثلا عندما يقولون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يقولون هم أهل بيت رسول الله. يقولون مثلا اذبحوا بقرة، أعوذ بالله، قالوا عائشة، كذبا وبهتانا. أيوة. فأول قالوا يعني وفسروا الأركان الإسلام تفسيرا باطنيا. فالصيام قالوا كتمان أمر الإمام. طبعا هذا الطوائف الباطنية الغلاة منهم. وأيضا الغلو في التفسير الباطني موجود عند الشيعة الاثني عشرية. فمثلا يقولون يعني علي هو القسيم الجنة، يعني هو الذي، والنار هو الذي سيحاسب، وهو الذي سيدخل الجنة، وهو الذي سيخرج من النار، وإلى غير ذلك. فأصبحوا يفسرون النصوص القرآنية والنصوص النبوية تفسيرا باطنيا، فسموا باطنيا. وأيضا يعملون عمل سري وتقية، فسموا باطنيا. لماذا يعني اتهموا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أرادوا أن يطعنوا في عائشة، ولهذا يقولون أن عائشة ليست زوجته، وأن عليا طلقه بعدها، يعني أن عليا طلقها بعده، ويحق له علي أن يطلق عائشة من رسول الله، فتفقد خاصية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا افتراء على الله، نعوذ بالله يا أخي من حاله. فخرجت الرسالة بأنهم يكفرون الصحابة، يكفرون المؤمنين، يعتقدون أن إمامة علي وبنيهم بعده من الحسين من أركان الإسلام، لأنه قالوا أركان الإسلام ليست 5 وليست 6 وإنما 7، وأركان الإسلام ليست 5 وإنما 6، ومنها الولاية السادسة هي ولاية علي بن أبي طالب، وأنهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة، وأنهم يؤمنون بإمام غائب، وأنهم يرون كل من لا يؤمن بعقيدتهم هذا فهو ليس على الإسلام. الله المستعان، ضلال في ضلال. نعم. وهذا يؤكد لنا أن أساس المذهب الشيعي هو أساس المذهب اليهودي. نعم، يعني هنالك
تشابه كبير في هذا الجانب. وهذا أيضا يؤكد على أن كثيرا من اليهود وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي ادعى الإسلام فدخل في الإسلام وبدأ يعني يبث فيه السموم. طيب قبل أن نختم بروف جلال، حدثنا هذه الرسالة هل طبعت أم لا؟ نعم، هذه الرسالة طبعها الأخ محمد مان الله رحمة الله عليه في البحرين ونشرها، وكانت توزع مجانا. جميل. وقد وصلتني منها نسخة واحدة وقد استعارها مني أخ في الرياض وما أعادها، فليس معي من النسخ المطبوعة شيء. سبحان الله. أنا. طيب هل ترجمت هذه الرسالة؟ لا، لم تترجم يعني. لم تترجم. جميل. إذن طبعت مرة واحدة فقط رغم أهميتها. وإن شاء الله لعل الله عز وجل من ييسر أن يطبعها مرة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع مع البروفيسور جلال الدين حمد صالح في رسالته رسالة الماجستير الإمامة الاثنى عشرية عند الشيعة، واستفدنا كثيرا من هذه الرسالة وخلاصتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد الشيخ علما وعملا وتوفيقا وإرشادا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. سنواصل الحديث عن السيرة الذاتية لفضيلته، وننتقل إن شاء الله من رسالة الماجستير إلى رسالة الدكتوراه، فتابعونا. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل